برنامج مهم جدا، حابة ان انا اتكلم عنه. مفيد لكل حد ولكل حد صاحب بيزنس، لكل حد فريلانسر، لاي كوتش او مدرب. حقيقة هو البرنامج بتاع الرشد المالي، كتاب الرشد المالي ودورة الرشد المالي. انا دينا خضر، انا مستشارة تسويق وبشتغل كمان مع رواد الاعمال، وانا مدربة وبقدم خدمات فريلانس. والحقيقة هو حاجة غريبة جدا انا اكتشفتها من فترة. حاجة الكتاب ده يمكن بيتناولها هي الفلوس مش بكترتها ولكن بحسن إدارتها. وانا ما كنتش مدركة قوي للنقطة دي غير لما انا دخلت في تجربة ان انا مع شغلي بيبقى معايا فلوس بالمبلغ اللي انا ببقى محتاجاه، وممكن يكون فيه فائض، ولكن برضو بكتشف ان الفلوس بتطير ومش بتفضل معايا. وده كان تحدي كبير جدا عندي. لما لاحظت ان دي حاجه متكرره، لا انا ما ينفعش ان انا اكون ببذل مجهود وبشتغل وعندي فائض ولكن انا الفلوس مش بتفضل معايا. هنا ادركت ان انا محتاجه ان انا ابتدي ادرس وافهم اكتر عن الفلوس. والحقيقه ان انا بدات اقرا كتب، طبعا كتب اجنبيه، وابتدي ان انا اخد كورسز متخصصه في اداره المال. استفدت حاجات، ولكن مش كل حاجة بنقراها او بنحس ان هي مفيدة بنبقى عارفين ان احنا نطبقها. حبيت جدا ان في برنامج وكتاب لأول مرة بالعربي، وبيمثل كمان ثقافتنا العربية، وبيتكلم عن حتة الإدارة المال. والحقيقة ان مش دي اكتر حاجة بتميز بس الكتاب ده، لانه اكتشفت كمان ان الكتاب ده طبعا اللي كاتبه دكتور هيثم الروبي، خبير مالي وكوتش. وحتة كوتش دي معناها ان هنا لأول مرة انا بشوف حد بيتكلم على الإدارة المالية ورابطها بالكوتشنج. يعني انت بتحس وانت بتاخد البرنامج او بتحس ان انت بتقرأ الكتاب انه مستفيد، وبتعرف حاجات وبيزيد وعيك وبتفهم حاجات حتى عن نفسك. وده اللي كان ملفت جدا. والحقيقة ان ده مهم، لان هو إدارة المال دي حاجة أساسية في حياتنا كلنا ومؤثرة في كل حاجة في حياتنا. الحاجات اللي لفتت نظري جدا في الكتاب ده هي فكرة انه ازاي بيتكلم على القيم واكتشافك لقيمك، وايه علاقة ده اصلا بحتة انه الادارة المالية، او حتة ان انت بتحس ان فلوسك بتطير منك. وبيتكلم عن حاجات كتير جدا جدا، مفاهيم كتيرة، بيبني وعي. ودي حاجة مهمة جدا. ربطه بين الكوتشنج وبين الإدارة المالية دي حاجة مهمة جدا. ان الانسان، انا مش كفاية ان انا اخد كورس او اقرا كتاب بيقول لي عشان تدير مالك اعمل 1 2 3 وهات اكسل شيت واعمل كذا، ولكن هو بيفهمني انا اصلا بتصرف كده ليه، انا ليه فلوسي بتطير اصلا. طب انا لو ابتدى يبقى عندي فائض، طب انا عايزه ادخر، طب ادخر ازاي؟ ايه اللي يتناسب مع ثقافتي وبيئتي العربيه، وايه اللي يتماشى مع شخصيتي؟ طب لو عايزه استثمر، طب استثمر ولا لا؟ طب استثمر في ايه؟ طب ايه انواع الاستثمارات المختلفه؟ حاجات كتيره جدا بيتناولها الدوره والكتاب. حقيقة انه ممتع جدا جدا. بيتكلم على مفهوم حتى الثقافة المالية، بيتكلم على معتقدات عن المال، بيتكلم عن الديون، عن الاستثمار، عن الادخار، عن حاجات كتير جدا، عن القيم، عن مخاطر زي مخاطر التضخم، مخاطر السيولة، وحاجات كتير جدا نقدر نتصرف معاها ازاي. والحقيقة ان هو بيتكلم كمان عن الزكاة والصدقات، وباب مهم جدا 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 بيتكلم على خطة الطوارئ. ودي حاجة كلنا بنكون محتاجينها، ان هي اساس في حياتنا واساس في حياة اي حد، بالذات لو حد عنده دخله وبيحاول ان هو يحافظ على الدخل ده، وبيحاول ان هو يبقى بيلبي احتياجاته وما بيقعش في مشاكل او تحديات مالية. بيتكلم كمان عن الموازنة المالية، وحاجات كتير جدا موجودة في الكتاب ده وموجودة في الدورة. انا معايا الكتاب وكمان خدت دورة الرشد المالي. وبرضو عايزة اقول ايه الفرق. الكتاب ممتاز جدا لأي حد حابب ان هو يقرأ وياخد وعي ويفهم ويبتدي ان هو يطبق. والدورة فيها كمان بنتفرج بقى على كيس ستاديز وحاجات، بنشوف الناس بتتصرف ازاي. وفيها كمان حاجة مهمة جدا، أدوات للتطبيق. يعني بعد كل جزء في كده أداة للتطبيق عشان نبتدي نطبق ونشوف ونفهم. طب أنا ليه عندي التحدي ده؟ طب هل أنا أقدر أدخر، أستثمر؟ طب الموازنة المالية بتاعتي عاملة ازاي؟ فالحقيقة ان انا بجد مبسوطة جدا من فكرة منصة رشيد وبرنامج الرشد المالي والكتاب بتاع الرشد المالي. ولأن انا حبيت اعمل الفيديو ده علشان فعلا انا شايفة حاسة بأهمية الموضوع وقد ايه الجزء المالي ده مهم جدا. وحرام ان الانسان يبقى بيعمل فلوس ولكن في الاخر الفلوس دي مش بيلاقيها وبتطير، وناس كتير جدا مش بتبقى عارفة السبب ورا ده ايه، او ازاي تحافظ على فلوسها علشان بعد كده يقدر ان هو يكون مرتاح مركز في حياته، وقادر ان هو يعمل حاجات كتيرة جدا مفيدة تانية في حياته من غير ما يكون كل همه في الحياة ان هو شايل هم الفلوس.
فأتمنى الناس تستفيد من كتاب الرشد المالي، برشحه جدا، ودورة الرشد المالي اللي بيحب يقرأ، اللي بيحب ان هو يسمع ويشوف وكمان ان هو يطبق، فالدورة هتكون ممتازة جدا ليه. اخر حاجة حابة اقولها هو التغيير الداخلي فعلا بيبدأ بوعي وبيبدأ بتطبيق. مهم جدا ان اي حد حاسس ان هو عنده تحدي ما ان هو ياخد خطوة، وان هو يبدأ ان هو يشوف ازاي يحل التحدي ده. وقد ايه بتكون فكرة ان حد مديون او حاسس ان طول الوقت في قوقعة مالية مش عارف يخرج منها، بتكون حاجة مؤثرة جدا على حياتنا. فمهم جدا ان الانسان يتعلم بقى ازاي ان هو يوصل للرشد المالي خطوة بخطوة.